دوك راهي تخفت ولبست الخاتم، دوك ماهيش حتروح للعزايز، حتروح لصحاباتها اللي قالوا لها ما عرفوا بزهر تزوجي ما خطيك من الزواج وخطيك وما عارف الوقت تاعنا تاع تخطبوا الضرب. انا اللي حيرتني كي يجي يديروا العراس يا ينوضوا يشطحوا 8 يدخلوا في بعضها 8 برك يدخلوا في بعضها. احنا كي تشوف في الخليج مثلا النصر الخليج هم تلقاهم مقابلين بعضها مقدم في الخليج راكم تشوفوهم كل يشطحوا مع بعضهم دايرين دبوس ويشطحوا مع بعضهم وقال معاويلي 10 ايام هو كيما هكا واحنا نقيس واحد. زوجك صديقك العام اللي فات هديت له مريول وسطايح او معك الفاهم واحد يغني له تصفيقه كبيره مبروك توحد الصديق والفاهم. تعرف انا نحبك برشا صديقي مبروك، احلى صديق عندي في الاهوال نمبر 1. نحبك برشا وديما على بالي. يلا ونستدعاك لتونس نجيب حدايا سهل واحد في المجازة انا بابوش نسحب بابوسه ونخليك بحدايا باين. صفقوا لي على مبروك ومبروك ختمنا يلا اغنيه مبروك هاي قلت صديقي مبروك هات وقفه هكا اي صحيح ديريكت يشطح هاك يا بك يا بك يا بك يا بك يا بك يا بك وانت بهك بك يا كابيا اخوات بهك يا عم محمود امك يا حي يا حي النفوس يا عمك يا كيابك يا كمت بك هابك يا بك انت بك يا تسقى كبيره مبروك عبر عن شعوره وهو اهم حاجه نقولها لكم والله ديما على بالي اما كلكم حاجه اهم حاجه في الفنان وكانه يغني بصدق يغني المهم بصدق كان صادق في احساسه تكون هاديه وساكته وحامله وصابره وتحضر بالعقل تقول لهم قيام جلوس بلوبا بو بي و50 طفل كي هذا يديها غدوه يعود عندها 6 اولاد 7 اولاد يتعايطوا وهي تلقاه كانوا يروح يخطب واحده محاميه في المحكمه يشوفها كيف ترافع في قضيه سيدي الرئيس موكلي كذا المهم بشوي غدوه يدخل الدار ينسى الخبز تقول له زوجي ما جبتش خبز يقول لها نسيت وتقول له عادي دوك له حنا كنخساسها هذه يروح يخطبها درك هو يتخطبوا في العراس قاعدوا يتخطبوا في العراس هاي تخطر بالعزيز هاي حكمت لها في عزوز سمك الله خيرا والله خاتي خير والله ما نشتي نشطح حشموني برك والله شفت وجهي راني بنت فاطمه مرت محمد خطبني قدام واحد والله ما حبيت اللي سمعتو زينه هايجي الله يعطيك الصحه العيد على خير وان شاء الله بعدين سمعتو زينه هايجي ان شاء الله ان شاء الله بارك الله عبر الهواء النيوز
في الاغواط كلهم محبه صادقه من اخوكم خالد بوزيد من تونس. ان شاء الله رمضان مبروك على اهالي الاغواط وعلى الجزائر وعلى الامه العربيه الاسلاميه، وان شاء الله نتقابلوا في المسرح في لقاء عفوي مع الاطفال الصغيرات اللي نحبهم محبه كبيره 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 وتفاجئتهم بطاقاتهم الابداعيه. نحبكم برشا الممثل خالد بوزيد. طه سفير كوميديا، يعني شفناك يعني اليوم تحفت العائلات الاغواطيه بعده محطات فنيه، ممكن تعطينا كلمه للجمهور الاغواطي اللي يتابع فيك على قناه الاغواط نيوز؟ اذا من قناه الاغواط نيوز نقول له جمهور الاغواط جمهور رائع، جمهور ذواق، جمهور فنان بالفعل. يعني الحضور تاعو اكد لنا اننا في الركح عندنا قيمه وعندنا وزن، عندنا نقول محبه عند سكان الاغواط. اللي حاضر معنا نشكر مدير الثقافه اللي برمج هذه ايام الفكاهه والفرجه على عبر التواصل مع الاغواط نيوز. اللي نقول لكم تبعوا الاحداث، تبعوا الاخبار ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله الاغواط بخير والجزائر بخير ان شاء الله. تحية لكم جميعا، صحة فطوركم وصحة سحوركم بنفس الوقت. تحية لكل الناس الأغواط والناس الجنوب الجزائري والشعب الجزائري ككل بهذه المناسبة، في إطار طبعا إحياء ليالي رمضان. اليوم راني موجودين أنا وطاهر سفير في هذه المناسبة. الحمد لله قدمنا عروض فكاهية فرجة للجمهور الأغواط. كذلك تحية للأغواط نيوز، نقول لها التوفيق والنجاح إن شاء الله، اللي هي واصلة ما بيننا وبين الجمهور. ربي يوفقكم. جريزة تدلي الأغواط نيوز أبطالية. نقول لهم إن شاء الله رمضانكم مبروك، ونقول لهم زي حاجة أخرى، الشباب الموجود تو، اللي انا راني من السبعينيات نجي الاغواط، خاطر بالاساس انا ممثله مسرحيه، جمهور ذواق، جمهور حساس، ما شاء الله عليهم.